حكاية اليوم والكل من يتبع في غرفاتنا التونسية باش نحكيو على امرأة هزت بنتها للحمام في المدينة العربي، جابتها للحوض وراتها بقعة صغيرة فيها فتحة، تلمستها وهبطت فيها بنتها بشوية بشوية بعد ما حكت لها على كنز فيه سلاسل ذهب مخبين في حفرة واسعة تحت الحمام. ما ينجمش يخش لها، كان صغير يحبي على حصير ولا بنية كيفها ما تخافش وظلها ما يتشافش. تشجعت البنية وهي مسكين على نياتها، اتسرسبت ودخلت تحت الحوض وسط الماء، ولم متحمسة ما رفعتها لا الأرض ولا سماء. رقصت من الفرحة وتخمرت في سرحة واستخيلت روحها في غناء. اذهب طالع من اللوطة برا ياسمان ويجا ياسمان راسها ما بان. بعد مدة بقبق الماء وسط الحمام وخرجت ايد البنية بالذهب مجدية ومدتها لأمها، خطفت الذهب بلهفة وشاورتها تكمل وتزيدها من السلاسل والخواتم والمرجان، ما يغني بلاد ويكسي عريان. عاودت غطست البنية ورجعت من نفس الثنية وبقبق وسط الحوض الماء، هزت ايدها للسماء. زيديني يا بنيتي ذهب وما تحكي ليش عالتعب، زيدي خرجي ما تخلي شي، الذهب بيرد الميت حي. ضحكت وهي صايمة عالكلام، خايفة ليفوح خبرها في الحمام. البنية مدت المرة هذي سبايك وإيدها مثقلة بالذهب بلايك، خطفتهم لم وعقلها من الفرحة طاير وحتى شعرها ثاير. وفي لحظة بقبق الماء من جديد والبنية حست بيدين حديد تجبد فيها وتزيد. قالت لما وهي تسيح بالعالي راني مجبودة لتالي. لما عبرتها لاهية في سرتها، اتلم في الذهوب أشكال وشي ما هو في البال ولا شاغلها الحال. خرج الجن شرب البنية وهدت لهم بصوت غليظ، رجعي الذهب باش نريض ولا نغرق بنتك وسط الحوض يفيض. لهم ضحكت كيف المهبولة والسرة في حضنها محلولة. يا أخي الجن تغشش واغتص والبنية بات منها الحس، وتطبق عليها الحوض المشقوق وفم الشق المفلوق. من وقتها ما عادت تعوم في الحمام حتى بنية، مرأة العزوزة لصبية. إن شاء الله تكون عجبتكم غرفتنا اليوم، والعبرة منها إنكم تشوفوا معناها الطمع وين يهز. معناها هي طمعت إنه هي تعطيها الذهب وما هيش شاممها في بنتها اللي هي تنجم يبلعها الجن ولا تموت ولا تصير لها حاجة المفيد تجيب لها الذهب. وراهو الطمع ما نجم يهزنا كان الكذب والغش والخداع، ويولي الإنسان ما عندوش مصداقية وهو طريق للرياء والسمعة السيئة. والطماع عمره ما يحس لا براحة نفسية ولا طمأنينة، والطمع باش يهزه لارتكاب الذنوب والمعاصي. الله يبعد علينا الطمع والطماعين ويملأ قلوبنا بالرضا والقناعة. إن شاء الله في غرفة جديدة. ليلتكم زينة.